صباح الخير يا احمد بيه. عاوز اتكلم في حاجه مهمه جدا يا احمد بيه، وهي جزئيه الفود بلوجر اللي كل واحد رايح عند الشيف براك بيدفع فاتوره ب 14000 وب 15000 وب 22000. كل دي فشخره فاضيه، وكل الكلام ده كله ما ينفعش يتعمل على السوشيال ميديا، لان في ناس مش قادره تاكل وفي ناس ما معهاش انها تاكل. فانت عاوز تطلع تدي فيدباك لحاجه زي كده، ممكن تعملها من غير ما تبين الريسيت بتاع الشيت شيك، او ان انت تقدر تقول رايك في الاكل ايه من غير برضو ما تبين اللي انت طالع تقول انا عند الشيف براك وبتاع. وانا واحد من الناس يعني بصراحه، يعني انا بدعم اللي انت تدعم ولاد بلدك احسن ما تدعم حد غريب. يعني احنا عندنا ناس كتير قوي فاتحين محلات كباب وكفته وكل الفرايتي اللي انت ممكن تشوفها، وده رايي برضو لولا اختلاف الاراء. يعني اي اسئله يا احمد بيه؟ السؤال دلوقتي هو كل واحد مثلا من الفود بلوجر بيتكلم على كل واحد، يعني بيتكلم على الطعم اللي هو بيحبه. يعني انا مثلا اكيد، يعني مثلا انا ما بحبش المكرونه، فانت عشان بتحب المكرونه فاللي هو تعرف ان الشخص ده انا الحاجه دي انا بحبها. فكل واحد ليه طعم، وكل واحد بيحب الطعم اللي هو عايزه. مش انت اللي هتيجي تقول لي الطعم ده كويس او المطعم ده كويس. اكيد ممكن انا مثلا اختلف في حاجه، مثلا في الطعم، في اي حاجه من المطعم. طب اقول لك على حاجه يا احمد بمناسبه سؤالك ده. انا رحت في مره احد المطاعم الشهيره اللي في مصر، الواو اللي بالويتنج ليست، ويعني استغفر الله العظيم اكلها طلع ما يتاكلش. وبالعكس بقى جربنا محل تاني في حته شعبيه الناس ما تسمعش عنه اي حاجه خالص، واكله تحفه. شايف الفرق ما بين كده وكده؟ بالظبط. بس احنا للاسف بنحب الفشخره، احنا بنحب الفشخره والشو، بنجري ورا السوشيال ميديا بالظبط. وبنجري ورا اللي يعمل لك فيديو. بالظبط. والفكره كلها كمان ان عندنا مثلا، يعني اول واحد لما راح عمل الفاتوره بتاعته فخلاص بقى ترند، فكله بقى بيجري ورا الترند. طبعا. انت فاهمني؟ طبعا. فانت بس تحب. هو في حاجه، بس الاولاني عمل الفاتوره لان كان في غلط في الفاتوره، فادى وورنينج للناس ان انت تاخد بالك ان انت لو رحت تراجع الفاتوره كويس وتراجع الطلبات. الباقيين خدوا الموضوع من وجهه نظر تانية، ان هو وجهه نظر اللي انا عاوز اتشاف وانا باين الفاتوره بتاعت الشيك يعني. طيب سؤال بس، تحب مثلا تقول ايه للناس اللي بتدعم الفود بلوجر؟ يعني انا مع احترامي لكل الناس، انا ده ما بقولش حاجه، انا بقول انا واحد من الناس ما بثقش في ولا اي حد بتاع اكل بيقدم محتوى للاكل تماما، لان هو في الاول وفي الاخر هم ما فيش حد فيهم بيراعي ضميره في الاول وفي الاخر. يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، يعني هو ناس محترمه وكل حاجه، بس فعلا انا مشيت ورا اكتر من فود بلوجر والمشهورين يعني بدون ذكر اسماء، وطلعت الحاجه وحشه جدا وسيئه جدا، وعملت بيها فيديو قبل كده يعني بالمناسبه. بس ده كان تعقيبي بصراحه. واتمنى ان انت لما تيجي تعمل حاجه او محتوى بتقدمه قدمه بما يرضي الله، عشان انت معروف قوي ان انت اي مكان بتروح بتاخد منه فلوس، مش هنضحك على بعضينا يعني. بس هو في الاول وفي الاخر قدمه بكواليتي محترم، قول اللي ليك واللي عليك بما يرضي الله، لان هو في الاول وفي الاخر في ناس هتروح على الفيدباك اللي انت هتعمله. تحياتي يا ابو حميد، وان شاء الله نتقابل في فيديو تاني وتالت ومليون. شكرا سلام.